الجندي ده أثناء تأدية مهمته السرية بيقف على لغم بالغلط وبيفضل كتير جدا مش عارف يتحرك من عليه، وهل يا ترى هيقدر انه يعيش ويخلص نفسه منه ولا هيموت؟ وده اللي هنشوفه مع مايك بطلنا وهو بيودع خطيبته جيني عشان بيكون عنده مهمة سرية مع المساعد بتاعه واللي اسمه تومي، وبيبان على تومي انه شخص فكاهي وبيحب يهزر كتير على عكس مايك اللي بيبقى واخد الموضوع جدي جدا. المهم ان المهمة دي بتبقى ضد الإرهابيين والمفروض ان هيقتل رئيسهم واللي بيبقى اسمه سيد، وفعلا لما بيتحركوا للصحراء على حسب معلوماتهم عشان يقتلوه بيظهر لهم سيد، ولكنهم بيتفاجئوا انه ما جاش لوحده ولكن في عدد كبير قوي من العصابة بتاعته مستنياه. ومايك هنا بيفهم ان كل العدد ده موجود عشان في فرح هيحصل، وده بيبقى فرح ابن سيد. وفي الوقت ده مايك اول ما بيشوف اللي بيحصل ما بيكونش عايز يقتل سيد في الوقت ده، ولكن تومي بيفضل يضغط عليه عشان يموته، ولكن مايك بيبقى متردد لان اليوم ده بيبقى فرح ابن سيد. بس في الوقت ده بيجي لهم تعليمات بتنفيذ المهمة فورا، وفعلا بيبتدي مايك يجهز نفسه عشان يقتل سيد بالقناصة، ولكن الرؤية ما بتبقاش واضحة لان سيد واقف ورا ابنه، وبكده لو ضرب نار على سيد هيموت ابنه كمان. وبرغم ان التعليمات ساعتها جات لهم انه يقتله هو وابنه عادي، ولكن مايك ما بيرضاش انه يموت ابنه. وللاسف في الوقت ده الارهابيين بيلاحظوا وجود مايك وتومي، وهنا بيبداوا انهم يضربوا نار عليهم بسرعة، فبيحاول مايك وتومي انهم يهربوا ويجروا باكبر سرعة ويستخبوا، ولما بيستخبوا منهم بيكونوا الارهابيين قربوا قوي ليهم، فبيقرر مايك انه يعمل خدعة ذكية وبيضرب نار على جبل بعيد عشان يشتت انتباههم. وفعلا الارهابيين بيفكروا انهم في الجبل ده وبيروحوا ناحية ضرب النار، وللاسف في الوقت ده بتيجي عاصفة رملية شديدة وبيطلبوا استغاثة من اللاسلكي اللي معاهم، فبيعرفوا ان في قرية قريبة منهم بحوالي 5 ساعات مشي، وان طبعا محدش من الجيش هيقدر يروح ينقذهم في وسط العاصفة الرملية دي لانه هيكون خطر عليهم. فهنا بيضطر مايك وتومي انهم يمشوا لحد ما العاصفة تنتهي، ولكن للاسف هم بيكونوا تعبوا جدا لان بقالهم شهور ماشيين في الصحراء عشان يتمموا المهمة دي، وكمان بيبقوا عارفين ان المهمة دي ما بتضمن لهمش النقل البري، وما ينفعش كمان حد يجي لهم بهليكوبتر عشان ما يلفتوش الانظار، وبالذات اصلا في الوقت ده لان الارهابيين كلهم بيدوروا عليه، فما كانش قدامهم حل غير انهم يعدوا الصحراء ويخرجوا على الطريق ويبتدوا يهربوا من هناك. ولكن اثناء ما هم ماشيين بيتفاجئوا بيافطة طايرة عليهم من بعيد ووقعت قدامهم، ولما مايك بيقراها بيعرف ان ده تحذير من حقل الغام موجود في المكان، فبيقلق جدا مايك، ولكن تومي بيطمنه وبيقول له ان دي خدعة بيعملوها سكان الصحراء عشان محدش يقرب له. بس مايك بيعرف تومي ان الصحراء دي حصل فيها حروب كتير جدا، وانه عارف ان مزروع في الارض دي 23 مليون لغم. بس تومي ما بيهتمش لكلامه وبيقول له ان حتى اليافطة اصلا باين عليها انها قديمة، وبيقول له احنا مش معانا ميه كفاية، ما انا اكيد مش هرجع للارهابيين واموت هناك من العطش، واني هكمل على الاقل اوصل للقرية في خلال ساعة. وفعلا تومي بيبتدي يمشي ومايك بيضطر انه يسمع كلامه ويمشي وراه، وهنا بيفضل تومي يهزر ويمشي بطريقة عشوائية عشان يعرفوا ان مفيش الغام ولا حاجة، بس مايك بيكون خايف جدا عليه. وفجأة تومي بياخد خطوة كمان، ولكن للأسف الخطوة دي بتكون على لغم، فبينفجر اللغم ده في تومي وبيموته. ولسه مايك هيتحرك عشان ينقذ صاحبه، ولكن فجأة بيسمع هو كمان تحت رجليه صوت تكة اللغم، وطبعا هو لو اتحرك او خد خطوة واحدة بس اللغم ده هينفجر فيه، وبيتصلب هنا مايك مكانه. ولما التراب بيهدى بيتفاجئ ان تومي ما ماتش ولكن رجليه بس اللي اتقطعت، وبيفضل تومي يصرخ من الألم، ومايك بيحاول يهديه وبيديله امل انهم يوصلوا للقرية. بس ده كله مايك ما بيكونش عارف يتحرك خطوة واحدة بسبب اللغم اللي هو دايس عليه. وبعدها بيقول لصديقه تومي يحقن نفسه بالمورفين عشان يسكن الألم، وبيفضل يشجعه عشان يوصل لشنطته وياخد العدة الطبية من هناك. وفعلا تومي بيعمل كده وبيحقن نفسه بأكتر من حقنة عشان ما يحسش بأي ألم. ومايك بيقول لتومي يطلع اللاسلكي من الشنطة، ولكن للأسف ما بيكونش شغال بسبب الانفجار. وهنا مايك بيبقى خلاص مش قادر يشوف صاحبه في الحالة دي، وبيقول له انه هيتحرك بسرعة من على اللغم عشان يقدر ينقذه، وبيقول كمان ان اللغم ده اكيد قديم ومش هيحصل له حاجة. ولكن هنا تومي بيرفض ان مايك يتحرك، وبيفضلوا هما الاتنين يزعقوا في بعض لان كل واحد فيهم بيبقى خايف على التاني. فهنا بسرعة بيطلع تومي المسدس بتاعه وبيقتل نفسه عشان في الوقت ده يستريح من ألمه ويسهل الموقف على مايك وينقذه. وبينهار مايك في الوقت ده وبيصرخ وبيبقى زعلان جدا على صاحبه اللي مات. وبينزل بعدها مايك على ركبته بكل حذر وبيطلع السكينة وبيحفر عشان يتأكد إذا كان في لغم تحتيه ولا لأ، وفعلا بيتأكد إن اللي هو واقف عليه ده لغم مفعل. وبعدها بيحاول إنه يوصل للشنطة اللي فيها اللاسلكي، فبتجيله فكرة إنه يربط الفاس اللي معاه برباط حذائه والحزام
بتاعه كمان، وفعلا بينجح بعد كذا محاولة انه يوصل للشنطة وبيقربها منه وبياخد منها اللاسلكي، ولكننا زي ما بنكون عارفين اللاسلكي ده ملوش اي لازمة اصلا لانه مش شغال. فبيفكر هنا مايك انه يغير البطارية بتاعته يمكن يشتغل، ولكن للأسف البطارية التانية بتبقى موجودة في جيب الجاكيت بتاع تومي، وطبعا هو مش هيقدر يتحرك اصلا ولا يوصل لتومي. وهنا بتجيله فكرة انه يشحن البطارية اللي في الجهاز عن طريق الطاقة الشمسية، وبيفضل انه مستني لحد ما اللاسلكي بيتشحن وفعلا بيشتغل. ولما بيكلم القائد بتاعه وبيشرح له الموقف بيكون كل هم القائد ان المهمة فشلت وانهم ما قدروش يقتلوا سيد، وبيحاول مايك هنا يوصل له انه في وضع صعب جدا وان زميله كمان مات. فبيقول له القائد ان في قافلة هتعدي في المكان اللي هو فيه ده بعد 52 ساعة، ولكن بيعرفوا مايك انه مش هيقدر يصمد الوقت ده كله اصلا. فبيقول له القائد انه ممكن يحفر حفرة جنبه وينط فيها على طول، وبكده هيبقى حمى معظم جسمه ما عدا طبعا احد اطرافه هيتقطع. ولكن هنا مايك بيتصدم من اللي بيسمعه من القائد بتاعه وبيرفض طبعا انه يعمل كده، وبيقرر يستنى القافلة وبيظبط الوقت بتاعه على 52 ساعة، وبيبتدي ان هو ياكل من الاكل اللي معاه، ولكنه بيتفاجئ ان المية اللي معاه خلصت. لا ومش بس كده، ده كمان بيتفاجئ ساعتها ان في عاصفة رملية شديدة جدا جاية عليه. فهنا بيحاول انه يجهز نفسه ليها وبيثبت نفسه في الرملة بالاسلحة اللي معاه عشان ما يتحركش، وفعلا اثناء العاصفة دي بيفضل ثابت ولكن بصعوبة جدا. وبعد ما العاصفة دي بتعدي بيلاقي جسم تومي اتنقل قدامه، فبيتأسف له وبياخد بطارية اللاسلكي من جيبه، ولكنه بيتفاجئ ان شنطة اللاسلكي اصلا بعدت عنه بسبب العاصفة. فكده هو معاه بطارية اللاسلكي ولكن اللاسلكي اصلا بعيد. المهم ان بعد 9 ساعات بنلاقيه بان عليه التعب والجفاف بسبب قلة المية، وبيكون يائس جدا. فبيقرر انه يضرب نار في الجو عشان يطلب المساعدة، وبعدها بيوجه المسدس على راسه وبيقرر يخلص على نفسه. ولكن فجأة بيلاقي راجل عايش في الصحراء ماشي قدامه، فبيفضل ينادي عليه وبيحاول يفهمه ان في ألغام في المكان وانه يخلي باله، والراجل هنا بيفهمه ولكن بصعوبة جدا. وبنلاحظ ان الراجل ده بيمشي بطريقة غريبة ومش مستقيمة، فبيفهم مايك ان الراجل ده في الاساس اصلا عارف مكان الألغام، وبيحاول مايك انه يفهم الراجل انه واقف على لغم وانه محتاج مساعدة. وهنا الراجل بيتكلم انجليزي مكسر وبيقول له ما تمشي عادي، وبيحاول مايك يشرح له انه كده هيموت زي صاحبه تومي، ولكن الراجل ما بيهتمش وبيروح له ياخد منه ازازة المية الفاضية عشان يملاها. وساعتها مايك لما الراجل ده بيمشي وبيتأخر عليه بيفتكر انه نسيه، ومن كتر العطش كان هيضطر انه يشرب من البول بتاعه، ولكنه بيشوف بنت جاية من بعيد ومعاها ازازة المية، وبيعرف انها بنت الراجل ده وفعلا بيشرب وبيشكرها جدا. المهم ان البنت بعدها بتحاول تتواصل معاه بطريقة الاشارة وبتقوله انه يمشي ويتحرك عادي من على اللغم، ولكن مايك بيحاول يفهمها انه ما ينفعش وانه كده هيموت. ولما بيطلب منها تجيب له اللاسلكي للاسف ما بتكونش فاهماه، وغصب عنه بيفضل يزعق لها عشان تفهمه، ولكن هنا البنت بتخاف وبتجري منه. ولما بتبدأ الدنيا تضلم والجو بيبدأ يبرد بيحاول مايك يولع اي حاجة جنبه عشان تدفيه، وبعدها بيفضل يتفرج على صورته هو وخطيبته، وبتصعب عليه نفسه جدا وانه احتمال ما يقدرش يرجع لها. وفي الوقت ده بيبدأ في الهلوسة وبيكون هيقع، ولكنه بيلحق نفسه على طول. وبيتفاجئ كمان ان في حيوانات صحراوية ابتدت تطلع عليه، فبيضرب نار بشكل عشوائي في كل مكان وهو مش شايف حاجة، وده طبعا عشان يخوفهم ويبعدوا عنه. وفعلا الحيوانات دي بتبعد، وساعتها بيجي النهار وبيلاقي الراجل اللي عايش في الصحراء ده قدامه، وبيقول له الراجل ده انه محظوظ لانه لسه عايش بعد الفترة دي كلها. وبيحاول الراجل ده انه يقنع مايك ينزل عادي ويمشي من على اللغم، ولكن طبعا مايك بيبقى خايف وما بيرضاش يجازف بحياته. وبعدها الراجل ده بيقرب له جهاز اللاسلكي وبيمشي. وبعد كام ساعة بيحاول مايك انه يقطع الجزمة اللي لابسها، وبيضطر انه ياكل كمان عقارب، وبتكون حالته وحشة جدا، وبيفضل يهلوس ويكلم نفسه، وبيتخيل تومي صاحبه انه لسه عايش وبيتكلم معاه، وبيفضل طول اليوم يتخيله لحد ما بيجي الليل عليه وهو لسه بيهلوس. وبيتفاجئ في الوقت ده ان برضه في حيوانات بتقرب منه تاني، وللأسف بتكون الذخيرة اللي معاه خلصت منه، وبيفضل يهلوس كتير وما بيكونش عارف هو ايه الحقيقة وايه الخيال، لحد ما بيجي عليه الصبح وبيسمع القائد بتاعه وهو بيكلمه في اللاسلكي، وبيقول له ان خلاص القافلة هتعدي من عنده خلال 17 ساعة. ولكن مايك في الوقت ده بيبقى خلاص مش قادر انه يستحمل تاني، وبيقول للقائد بتاعه انه خلاص مش هيقدر وانه هيستسلم. ولكن هنا القائد بيقول له ان جيني خطيبته عايزة تكلمه، ولما بتكلمه بيفرح جدا لما بيسمع صوتها، وبيتأسف لها كمان انه مشي وسابها، وبيفضل يتخيل فيها وهي قاعدة قدامه عشان يشجع نفسه انه يصمد اكتر. ولكن في الوقت ده بيبقى خلاص هيقع على وشه
وشه من كتر التعب، ولكن الراجل ده بيجيله بسرعة وبيثبت رجله في الأرض، وبيكون جايبله كمان دواء وبيفضل يعالج في جروحه، وبيبتدي يحكيله عن قصته وإن رجليه كمان اتقطعت بسبب لغم، وإنه كان فاكر إن خلاص هنا حياته انتهت، لحد ما قابل الممرضة اللي كانت بتعالجه وحبها، ولما جاب أطفال وشاف وش بنته حس إن حياته ما انتهتش ولا حاجة، وبدأ يشوف الحياة جميل، وفضل يشجعه ويقول له حتى لو فقدت طرف من أطرافك لكنها مش نهاية الدنيا، وإن أكيد في حاجات تانية كتير حلوة مستنياه، وبيقول له إن هو وبنته شغالين في إنهم يشيلوا الألغام من تحت الأرض ويبدلوها بعلب صفير، وبيفضل الراجل ده يشجعه عشان ما يستسلمش، وبيسيبه ساعتها وبيمشي. فبيبدأ تاني مايك إنه يهلوس، وبيفتكر أيامه زمان وهو صغير لما كان باباه بيضرب مامته، وإنه دايما باباه كان بيعامله وحش، وبيبدأ كمان إنه يفتكر ذكرياته مع خطيبته، وبيتهيأ له إن كل حاجة قدامه زي الحقيقة بالظبط، ولما بيشوف باباه قدامه بيفتكره حقيقي وبيوجه عليه القناصة عشان يقتله، وبيبان هو قد إيه بيكره باباه بسبب ضربه لأمه، وبنعرف إن كمان باباه هو السبب في موت والدته، ولكن أول ما بيجي وبيحضنه بيفضل يعيط، وبيفتكر أمه وهي بتشجعه وبتديله ثقة في نفسه عشان يكمل بعد موتها، وبرغم كل الهلاوس دي ولكن لحسن الحظ ما بيتحركش من على اللغم، وللأسف بعدها الإرهابيين بيشوفوه وبيبدأوا يضربوا عليه النار، وبيتضرب عليه رصاصة في جنبه ورصاصة كمان في رجله، بس مايك بيحاول يتمالك نفسه ويفضل ثابت على اللغم، وبيفضل يضرب نار حواليه في الأرض عشان التراب والرمل يخلوه ما يتشافش من الإرهابيين، وبياخد بعدها القناصة بتاعته وبيحاول يركز عليهم على قد ما يقدر ويموتهم، ولكن بنتفاجئ إن مفيش حد شافه ولا حاجة، وكمان محدش من الإرهابيين موجود حواليه ولا ضربوا عليه نار، وإن كل ده بيتهيأ لأنه أصلا في الأساس ما كانش معاه ذخيرة يضرب بيها عليه. وهنا مايك خلاص بيفقد الأمل من كتر التعب، وبيقرر إنه يمشي من على اللغم واللي يحصل يحصل. وهنا بقى بيتصدم أكبر صدمة في حياته، وهو إنه فعلا لما بيتحرك من على اللغم ما بيحصل لهوش أي حاجة، وبنعرف إن اللي كان واقف عليه أصلا مش لغم ولا حاجة، ولكنه كان علبة صفيح من اللي الراجل الكبير كان بيغيرها هو وبنته. وهنا بيفضل مايك يعيط من كتر التعب وهو مش قادر حتى إنه يتحرك، وساعتها الجيش بيقدر إنه يوصل لمكانه أخيرا وبينقذوه، وبيرجع لخطيبته وهو فرحان جدا إنه رجع لها، وبينزل على ركبته زي ما كان في الصحراء. وبكده بيكون فيلمنا خلص النهارده، ويا ريت لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لنا لايك واشترك في القناة عشان تتابعنا لما ننزل لك فيلم كل يوم.